السلام عليكم، عاملين ايه؟ رجعت لكم بفيديو جديد. فيديو النهارده عبارة عن هكون ام ال5 اطفال ليوم كامل، ولاني بحب اتحدى نفسي جبت اشقى 5 اطفال في الحياة. بصوا بقى يا جماعة، النهارده هعلمكم اهم الاساليب اللي تعاملوا بيها الاطفال، قواعد هتخلي الاطفال يسمعوا كلامكم بمنتهى السهولة. ولاني شريرة هستخدم اول اسلوب المعاقبة. خلونا بقى نلم العيال اللي بتجري في شقتي دول. قبل اي حاجة خلوني اعرفكم على العفاريت الصغيرين اللي انا جبتهم. الاستاذ اللي بيلعب البلايستيشن بتاعي ده اسمه شادي، والاخت اللي بتلعب في الشمع بتاعي دي اسمها اروى، والكتكوت العسول الصغنن ده اسمه مصطفى، وملاك الرحمة اللي شبهي دي اسمها اسيل. تعالوا بقى اعرفكم على اهدى طفلة في العيال دي، معرفش اصلا هي جيت وسطهم ازاي، بس اسمها فرح. كده يا جماعة عرفتكم على الأطفال اللي أنا هربيهم ليوم كامل. خلونا بقى نبدأ الجد يا حلوين. يلا يا حلوين، كل واحد فيكم يروح يقعد لي على الكنبة، يا إما مفيش أكل. حاضر. لا أنا مش عايزة أروح، أنا عايزة ألعب. هتلعب يا حبيبي، بس الأول لازم تاكل. لا ماليش دعوة، أنا عايزة ألعب. أنا شكلي يا جماعة أقعت نفسي في ورطة كبيرة. خلص يا ابني، روح على الكنبة، أنا مش ناقصاك. طب أنا عايز ماما دلوقتي، عايز ماما. بس مفيش ماما، في انا بس. خليك شطور بقى، تعالى اقعد على الكنبه. لا مش جاي، انا عايز ماما. هجيب لك حاجه حلوه، مش انت بتحب الايس كريم؟ هجيب لك ايس كريم. كده يا جماعه كلهم قعدوا على الكنبه، تعالوا يلا نعمل لهم الفطار. طبعا يا جماعه انا معرفش الاطفال دي بتاكل ايه، فهعمل لهم توست وتشيز وخلاص. الفطار جاهز يا حلوين، كل واحد يجي ياخد طبقه. انا جاي هنا الاول، ماليش دعوه، بقولك انا جيت الاول. لا انا امشوا من هنا بقى، امشوا. لا انا اول واحده جايه. خلاص انا هجيب لكم كراسي جديده. مش عايزه اسمع صوت، اللي هيتكلم مش هيشوف امه تاني. طبعا يا جماعه من اسوأ الحاجات اللي انا عملتها ان انا ما عملتش حسابي ان انا عايشه لوحدي، فالاساس عندي بالعافيه مكفي شخص او شخصين. anyway دلوقتي هنخليهم يقعدوا يلعبوا شويه لحد ما يجي ميعاد الغدا. اللي خلص الاكل بتاعه يروح يغسل ايده. جيت الاول، ابعد. لا انا اللي جيت الاول. انا على فكره انت كدابه. خلاص انتوا حتى في الحمام بتتخانقوا. يلا اطلعوا بره كده، انا اقول مين يدخل ومين مش يدخل. انا دلوقتي يا جماعه باخد استراحه محارب بعد البهدله اللي انا شفتها من الاطفال دي. خلوني دلوقتي اقوم اطمن عليهم لا يكونوا بوظوا حاجه. ايه ده؟ انتوا بتلعبوا بايه؟ مش ده الميك اب بتاعي؟ ايوه ده حلو قوي. جماعه انا دلوقتي بس ادركت ان انا ورطت نفسي. يلا قوموا اقعدوا على الكنبه، اللي مش هيقعد على الكنبه مفيش غدا. دلوقتي يا جماعه شوفوا الورطه اللي انا فيها دي وارجع لكم. انتوا من ساعه ما جيتوا وانتوا عمالين تبهدلوا فيا. بصوا بقى يا حلوين، اللي هيقعد فيكم محترم هياخد التابلت، اللي مش هيقعد محترم مش هياخد التابلت. الله تابلت، هناخد التابلت. هش مش عايزه اسمع صوت. خليكم قاعدين مكانكم لحد ما اعمل الغدا. انا مش عارفه اهلهم مستحملهم ازاي بصراحه. بصوا بقى يا جماعه، انا هعمل باستا بالتوميتو، يلا بينا نعملها. انا فعلا يا جماعه ادركت ان الامومه صعبه. ربنا يعين كل الامهات يا رب ويصبرهم على اطفالهم. انا هروح دلوقتي اخليهم ياكلوا وارجع لكم. خلصوا اكلكم بسرعه، بقالكم ساعه قاعدين. ايه ده؟ مش انت اللي من الصبح عماله اقول عليكي ملاك الرحمه كسرت النضاره؟ خلاص يا جماعه انا في ورطه دلوقتي، البنت كسرت نضارته وانا لازم اروح اشتري له واحده جديده. دلوقتي يا جماعه احنا في المول. ايوه ايه رايك في النضاره بتاعتي؟ حلوه قوي صح؟ بس يا حبيبي لا حلوه، ردي عليا. بس يا حبيبي عايزه اكمل التصوير، لو ما اسكتش مفيش شغلة النهارده. خلاص هسكت. انا عايز دي. لا انا عايز دي. خلاص يا حبيبي اختار وخلاص. انا هاخد دي. لا مش عايز دي، هاخد دي. يا حبيبي بس بقى. ايوه هناخد دي. لا مش عايز دي، انت اخترتها كتير وبرضو كنت بترجعها، هناخدها. لو سمحتي دي بكام؟ مش عايزها، لا ما تشتريهاش، مش عايزها. لا لو مش هتسكت مفيش شوكولاتة النهارده. خلاص هاتيها. طيب انا هدفع حسابها. خلاص يا جماعه اخيرا جينا البيت، والبنات بيلعبوا بالتابلت والولاد بيلعبوا بالبلايستيشن. دلوقتي يا جماعه هروح اعمل لهم العشاء لان الجو ليل والدنيا بقت ضلمه. انا بصراحه مش عارفه هما بياكلوا ايه، فاشوف اي حاجه اكلها لهم وارجع لكم. ايه ده في منهم ما اكلش كويس وسايب من الغدا اهو.
انا عملت لهم العشاء يا جماعه، بيض بالبسطرمه وتوست. هما دلوقتي المفروض يروحوا يناموا لان اهلهم هيجوا ياخدوهم الصبح، بس لاني وعدتهم ان انا هديهم حلويات فتعالوا نديهم حلويات. يلا يا حلوين من العيش شوكولاته. انا لا انا كمان. ايوه انا. خلاص انا اللي هاخد، انا جايبه لكم كلكم. يلا اكتر واحد مؤدب هو اللي هياخد الاول. دلوقتي يا جماعه احنا عاصينا لهم الحلويات، فتعالوا نروح ننظف الحرب اللي حصلت في المطبخ. طبعا في اطباق كتير جدا اتوسخت، انا مش متعوده ان البيت مش يكون نظيف او مش مترتب، فبصراحه للمره التانية بقول ربنا يعين الامهات. دلوقتي يا جماعه هم ناموا في غرفتي العزيزه، وانا هضطر انام على الكنبه لان مفيش مكان لحد بقى ما اهلهم يجوا بكره الصبح. فهطفي الانوار واتاكد ان الابواب مقفوله، وتصبحوا على خير. صباح الخير يا جماعه، صحينا وكلنا نشاط، يلا بينا نتخلص من الاطفال دي. طبعا يا جماعه انا مش همشيهم وهم مش فاطرين، ففطرتهم واهلهم الاعزاء واقفين بره، فتعالوا نروح نوديهم. باي باي يا حلوين، ما تجوش تاني. بس كده يا جماعه، لحد هنا هننهي فيديو النهارده. لو عجبكم الفيديو قولولي، بس انا اكيد مش هربي اطفال تاني. متنسوش بقى اللايك والكومنت والشير. بحبكم جدا، باي باي.